في العربية يعني زوج ابنته كيف أحواله؟ خير عبد الرحمن خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجمعنا على حوضه يوم القيامة فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الطريق لن نحيد ولن نترك هذا الدرب حتى نلقى الله عز وجل ثابتين غير مفرطين ولا مبدلين، وإنما هي هدف وقلناها بصدق أننا نريد أن نلقى الله عز وجل ونحن على هذا الطريق حتى نلقى الحبيب صلى الله عليه وسلم. نستحضر إن شاء الله النية بإخلاص لهؤلاء ونكسر لهم الدعاء، فإن المسلم إذا مات أو استشهد ليس في حاجة إلى الدنيا وما فيها، إنما هو في حاجة إلى الدعاء. أكثروا من الدعاء إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد كما صليت بارك على محمد كما الله أكبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم وسمت خيرهم. اللهم إن كانوا محسنين في إحسانهم وكانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلهم في صحبة حبيبك محمد في أعالي الجنان. اللهم اجعلهم في صحبة حبيبك محمد في أعالي الجنان. اللهم اجعلهم في صحبة حبيبك محمد في أعالي الجنان. كفر السيئات واغفر الذنوب واستر يا أرحم الراحمين. اللهم الحقنا بمن يمنع. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هؤلاء الذين ظلموا لأنهم يقولون ربنا الله، هؤلاء الذين ظلموا لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله سبحانه وتعالى، فنرفع أكف الضراعة إلى الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم. آمين. اللهم عافيهم واعف عنهم. آمين. اللهم أكرم نزلهم. آمين. اللهم وسع مدخلهم. آمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. آمين. ولا تجعلها حفرة من حفر النار. آمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن شفيعا لهم في قبورهم. آمين. وأن تجعل الصلاة شفيعة لهم في قبورهم. آمين. وأن تجعل عملهم الصالح شافعا لهم في قبورهم. آمين. اللهم ثبتهم عند سؤال الملكين. اللهم ثبتهم عند سؤال الملكين. اللهم ثبتهم عند سؤال الملكين. اللهم ارزقهم أن يروا مقاعدهم في الجنة غدوا وعشيا. اسقهم من حوض الشريف شربة هنية رضية لا يظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم آتهم كتابهم بيمينهم ولا تؤتهم كتابهم بشمالهم ولا من وراء ظهورهم. اللهم اجعلهم ممن يدخلون الجنة دون حساب ولا عتاب. نحن الآن كنا في صلاة الغائب على أرواح شهدائنا في مصر، أرواح شهداء ثورة 25 يناير منذ بدأت إلى يومنا هذا، أرواح إخواننا الذين قتلوا في بداية هذا الأسبوع، قتلوا قتلا بيد زعيم الانقلاب بأحكام جائرة، أحكام ظالمة، أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك إخواننا الذين ماتوا على الطريق
في مظاهرات الأسابيع الماضية في مصر رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. وكذلك صلينا على اللواء عادل سليمان عليه رحمة الله. هذا الرجل من أبطال حرب أكتوبر رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل كان نصيرا للشرعية، كان نصيرا للحق، كان ضد الظلم والظالمين رحمه الله رحمة واسعة. ولنثبت للعالم كافة أننا ليس بيننا وبين أبناء جيشنا شيء على الإطلاق. نحن فقط نعادي هؤلاء الانقلابيين الذين قاموا بهذا الانقلاب العسكري الغائر على مطالب شعب مصر، على ما اختاره الشعب المصري في استحقاقات حقيقية شهد بها العالم. ولكن هؤلاء الذين انقلبوا لن يستمروا، لن يستمروا، لن يستمروا، ولهم يوم قريب يحاسب فيه الكبير والصغير. Mısır'da Sisi askeri cuntası tarafından son 2 hafta içerisinde 2+13 toplam 15 İhvan mensubu, ki bunların 2 tanesi yönetici pozisyonda olan şahıslardı, idam edildi. Ve bunu protesto etmek amacıyla artı gıyabi cenaze namazı kılmak amacıyla bugün İstanbul Fatih Camisi'ne geldik. Cenaze namazını kıldık. Şehitler için dua ettik. Ve bu zalim sistemin, askeri juntanın bir an önce yıkılması ve yerine adalet üzere, hak üzere olan bir idarenin gelmesi için dua ettik. Elbette ki bu idamların dünyada gereken tepkiyi alması lazım. Gerek Birleşmiş Milletler olsun, gerek Batı dünyası olsun ve özellikle İslam ümmetinden güçlü bir sesin çıkması lazım, bir tepkinin çıkması lazım. Maalesef şu anda ne İslam ümmetinden, ne dünyadan, ne de farklı bir cenahtan bir tepki, bir ses çıkmıyor. Dolayısıyla bu tür sessizlik de Sisi yönetimi daha çok cesur, daha çok pervasız kılıyor. Temennimiz, umudumuz bu idamların durması ve bu zulüm sisteminin, bu Batı destekli, Batı'nın piyonu olan Sisi askeri juntasının yıkılması ve yerine hak, adalet üzere bir yönetim Mısır'a gelmesi, ki Mısır İslam ümmeti içerisinde özellikle Araplar açısından lider konumunda olan bir ülkedir. Orada hak üzere, adalet üzere ümmetin maslahatını gözeten bir yönetimin gelmesi, inanıyorum ki Batı'nın birçok oyununu, birçok planını atıl bırakacaktır.